بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الستروك بوردر والستروك موديفاير. الاتنين موديفاير دول أنا بستخدمهم علشان أرسم بوردر للشيب، ما ينفعش استخدمهم علشان أرسم بوردر لأي فيو تاني، بستخدمهم للشيبس بس، زي السيركل، الريكتانجل، الراوند ريكتانجل. فأنا لو عايز استخدمه زي ما احنا شايفين هنا، احنا مستخدمينه على سيركل شيب، قلتله ستروك بوردر وأعطيته اللون بتاع البوردر واللاين ويتس بتاعه. لو جينا جربنا اللي احنا هنستخدمه على تكست، اخدنا دي كوبي وقلنا له بدل هنا السيركل تكست، وقلنا له التكست هنا هندسة مثلا، هيطلع لي ايرور. ليه هيطلع ايرور هنا؟ قال لي عشان الستروك بوردر دوت ما يقدرش يطبقه على التكست. الستروك بوردر موديفاير والستروك بطبقهم على الشيب بس. فانا هنا همسح ديت النقطة دي، ونبتدي نشوف بقى الفرق ما بين الستروك بوردر والستروك موديفاير. الستروك بوردر موديفاير دوت بيرسم لي البوردر جوه الفيو زي ما احنا شايفين كده، البوردر كله موجود جوه الفيو. طيب الستروك موديفاير هناخد دي كوبي ونعمل كومنت عليها، بدل ما نقول ستروك بوردر هنقول ستروك موديفاير. هنلاحظ ايه؟ البوردر نفسه نص البوردر بيبقى جوه الفيو ونص البوردر بيبقى بره الفيو. البوردر بيبقى متوسطا على الايدج بتاعت الفيو. فالفرق بين الستروك بوردر موديفاير والستروك موديفاير، الستروك بوردر البوردر بيبقى كله موجود جوه الفيو، الستروك بيبقى نص جوه الفيو ونص بره الفيو زي ما احنا شايفين كده. خلينا نشوفها بطريقة احسن. ممكن نعمل كومنت على دي وبلاش الباك جراوند، فبقى عندي تو فيو. اول واحد ستروك بوردر اللون بتاعه جرين، وتاني واحد اللون بتاعه اورنج. فهنلاحظ هنا الستروك بوردر موديفاير اللي هو الجرين داخل جوه الفيو، الستروك موديفاير اللي هو الاورنج طالع نصه بره الفيو. ممكن هنا لو عطيت زد اندكس للجرين وقلت له 2 مثلا، هنلاحظ في جزء من الاورنج باين معايا اللي هو نص البوردر اللي بره الفيو. فملخص درسنا النهارده اتكلمنا عن الستروك والستروك بوردر موديفاير. الاتنين موديفاير دول بطبقهم على الشيب فقط، ما اقدرش اطبقهم على اي فيو تاني زي التكست او الايمج او اي فيو. الستروك بوردر موديفاير بيعمل لي البوردر جوه الفيو، الستروك موديفاير بيعمل لي بوردر نص جوه الفيو ونص بره الفيو.